مساء الخير. أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري هاوس، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. وفناننا النهاردة من نوع مختلف، ممكن نقول أشهر لعوب في السينما المصرية، وهي لولا صدقي. تاريخ ميلادها 27 أكتوبر 1923. تاريخ وفاتها 8 مايو 2001. الله يرحمها ويرحم الجميع. ممثلة مصرية، بنت الكاتب المسرحي أمين صدقي وأختها صفية صدقي. اتولدت في القاهرة واتعلمت في مدارس فرنسية، واشتغلت في بداية حياتها رقاصة ومطربة بتغني العربي والإنجليزي والفرنسي. كمان ساعدت والدها الكاتب المسرحي على العمل داخل المسرح، وساعدت أختها صفية صدقي علشان تزقها الزقة الأولى وتشتغل في السينما في فيلم حياة الظلم سنة 1940 بدور صغير قوي. كمان بدأت حياتها بالعديد من الأفلام، واشتهرت أدوارها بدور الشريرة اللي عايزة تاخد الحبيب من حبيبته، الست اللعوب اللي محدش بيرتاح لها، هي كل واحدة بشعر أصفر ما بتبقاش سالكة. من أشهر الأعمال اللي عملتها حرام عليك، امرأة والشيطان، عريس مراتي، امرأة من نار، سماعة التلفزيون، شارع البهلوان، أول غرام، الست عايزة كده، وكمان أفلام كتير جدا. بيقولوا إن تعددت أزواجها، ولكن الحقيقة إن هي متجوزتش غير 10 مرات بس. ست طيبة ومبتتجوزش كتير وما عندهاش أي مشاكل ولا عقد نفسية، خدت من كل الديانات والأشكال والألوان، ما عتقتش حد، جوزت المسيح والمسلم واليهودي، وكمان البشرة البيضاء والسوداء والداكنة كمان ما كانش عندها مانع. كل الجنسيات بكل الألوان بكل الأشكال بكل الديانات اتجوزته، وكمان وقعت رشدي أباظة في غرامها. هل هذه المعلومات صحيحة؟ الله أعلم، ده اللي مكتوب عليها وده اللي الناس بتقوله، ولكن ممكن نقول إني من كتر لعبها للدور اللعوب الناس افتكرتها بجد. احنا مش بنذم في حد، ولكن بننقل الصورة زي ما هي موجودة قدامنا. هل هناك دليل على انها اتجوزت 10 مرات؟ لا. هل هناك دليل على انها وقعت رشدي أباظة في حبها؟ لا، مفيش دلائل، ولكن قصص بتتقال واحنا كمان بنقول زي اللي بيقولوا، ولكن بندي كده خط بسيط ان المعلومة ممكن تكون مش صحيحة علشان محدش يصدق. يا جماعة، اي حاجة تتكتب على النت محدش يصدقها. انا ممكن احط اعلان واو علشان اشدك كمشاهد، ولكن ممكن اطلع كدابة. فارجوكم ما تصدقوش اي حد، وتأكدوا من المعلومة اللي بتتقال، لان في مثل بيقول ان اللي بيقول حاجة على ميت ما حصلتش ربنا بينتقم منه. ده مش مثل، ولكن دي حكاية حقيقية. ربنا بينتقم من كل واحد بينقل حاجة عنه شخص مش موجود في الحياة مش صحيحة، هتاخد ذنبه في الآخر. قلبناها محاضرة دينية، ولكن نرجع تاني للكوميديا بتاعتنا. هقول حاجة شوية تكاد تكون معروفة للجميع. الفنانة الكبيرة لولا صدقي كان عندها مرض الأنيميا. الناس كلها كانت فاكراها ان هي بتحافظ على رشاقتها، ولكن كانت تعاني من مرض الأنيميا، علشان كده عمرها ما تخنت، وكان حلم من أحلامها ان هي تتخن. هل هذه المعلومة صحيحة؟ برضو الله أعلم. هذه الحلقة مشكوك فيها عزيزي المشاهد، أنا مش قادرة أكد لك حاجة منها، بس اللي قادرة أكده لك إن احنا نترحم عليها. الله يرحم الجميع، والله يرحمها كمان، لأن هي تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها. أي نعم، معظمها مشكوك فيها، ولكن على الأقل كفاية إن احنا عارفين شخصيتها، وعارفين كمان إن الأدوار اللي كانت بتعملها تمثيل وليست حقيقة. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، لأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده
استنانا في قصص حياة الفنانين اللي جاية، يا ترى هنتكلم عن مين؟ الله أعلم. وأحب أقولك في نهاية الحلقة كما تعودنا، سلام عليكم.